ديالي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكون اموركم يا ربي كلها ساك. اليوم جبت لكم واحد القصه حقيقيه ومغربيه وقعت اكزاكت في مدينه الرباط. هاد القصه ديال مول الحانوت وكتاب السحر، بداوها معايا من البدايه حتى النهايه فتمشيو فاين. وقبل ما نبدا عافاكم اللي ما مشاركش في القناه يشترك ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وشاركوها مع صحابكم الى عجبتكم القصه. نبداو على بركه الله. مشيو لمدينه الرباط اللي كان واحد مول الحانوت، كان عنده واحد الحانوت كيبيع فيه الزريعه وكيبيع فيه كاوكاو وداك الشيء المواد الغذائيه راكم عارفين. هاد الحانوت كان مره كيكون مشيلو ومره لا، كان مره هكا شويه مره هكا. المهم القضيه الحركه عيانه، ماشي مشيه بزاف وماشي قليله، المهم متوسطه. هو كان صافي قاضي الغرض وجالس راضي بداك الشيء اللي قسم الله، ما على بالوش. مره كتكون الحركه مره ما كتكونش، كل نهار ورزقو. صافي واحد ما كان جالس، هو كان كيشري الوراق، كيجيبوا له كتوبه، كيشري كوريات ديال الوراق والمجلات باش كيبيع فيهم الزريعه ويبيع فيهم الكاوكاو واللوز. واحد النهار جات واحد الكوليه بقى كيعزل، كانت الحركه ما كايناش، وجلس حط حداه داك الكوليه ديال الوراق والكتوبه، كيعزل المجله بوحدها، ورق المجله بوحدها باش يدير فيهم الكاوكاو والزريعه وكاوكاو واللوز، وورق ديال الدفاتر كيدير فيهم الزريعه. بقى كيدوز هاد الدفتر هاد المجله هادي حتى كيبان له واحد الكتاب. هاد الكتاب بان له قديم وما فيش الغلاف، يعني كتاب قديم وصفر بحال داك الشيء ديال العادو مكتوب بالحبر. بقى كيشوف ديك الكتاب كيدور، بان له بحال فيه طلاسم، بان له بحال داك الشيء يعني اي واحد يفهمها، داك الشيء جداول وطلاسم وشي تخربيق وشي حاجه. بقى تيقول هاد الشيء ما بقى ليا حتى هاد الكتاب ديال فيه السحور نعطي للناس انا فيه الزريعه. صافي هز داك الكتاب هكا ما داش فيه وكحزو على جنب، دارو في واحد الدكنه عنده. صافي هي هذيك سال الخدمه ديالو كما العاده، كيسايل في الصاحب ديالو سميتو عبد اللطيف. هذا عبد اللطيف صاحبو كان بزاف، كان كيعاودوا اي حاجه وكانوا بحال الخوت، يعني ماشي صحاب، هو كيعاودوا اسرارو والاخر تيعاود الاسرار ديالو، يعني بجوجهم ما كيفرقهم غير الموت، ديما بجوج. ملي كيسالي هذاك الخدمه والاخر كيسالي الخدمه تيتلاقاو. كيسالي صاحبو عبد اللطيف يجي موراه. واحد الساعه صاحبو عبد اللطيف تعطل عليه، هو ويتبان له داك في ديك الدكنه بان له داك الكتاب، هو يقول جالس ما عندي ما يدير، نبقى نشوف شنو فيه، وهو غير بالضحك هادشي غير بينو وبين راسو. حز داك الكتاب بقى كيدوز في الوراقي، جلب الحبيب، بقى كيضحك، توزيع الرزق، مهم طلسم ديال التفريق، مهم كتاب السحر. بقى تيقولوا وكان هذا جلب الرزق، وكان هذاك اللي كان مول الكتاب باش غيفرطش فيه المول الزريعه، يعني هادشي راه ما بدوش. صافي بقى كيدوز حتى ولكن الشيطان غرو. هذيك ديال جلب الرزق بانت له ساهله، دير واحد الطلاسم وغادي تفزقهم في الماء وترش بهم الحانوت وغيبقاو يجزو عليك الكليان بحال الشتا. هو قال ما عندي ما نخسر، الضحك كيضحك زعما كان جبد ديك الورقه، دار داك الشيء لقى بان ما كاين لا بخور لا حتى شي حاجه، يعني ورقه تكتب فيها شي اسماء وشي طلاسم وغادي تفزقهم في الماء وغادي ترش الحانوت ديالك وغادي تشوف الكليان. صافي قال ما عندي ما نخسر، انا ضاحك نشوف هادوك الخوخي داوي كان داوا راسو. صافي كتب في ديك الورقه، فزقها في الماء ورش الماء حل به، بقى كيضحك قال حنا نشوفوا هاد جلب الرزق واش يجيني شي كليان ولا والو، هو داير هادشي كله غيضحكوا طلعتو بيا. صافي داكشي اللي كان جا صاحبو عاود له شنو كاين واشنو كاين، ملي عاود له شنو كاين بقى تا صاحبو تيضحكوا، بقاو كيضحكوا بجوجهم. غدا ليه حل كما العاده، هو كيحل مع 9 ديال الصباح،
حل كما العاده. جلس شي شويه، واحد شويه بقاو كيجيو الكليات. ملي جاوه الكليات بقى تيقول يعني عادي، ما جاب. ولكن ملي شاف ان من 9 ديال الصباح حتى ل1 ديال النهار وهو الكليان ما توقفش، يعني ما مولفاش ليه، مني حل عمرها ما وقعت له هاد الكليان، ما حبش زحامته وهذا. يعني بقى تيقول اذا هاد الكتاب بصح، اذا داك الشيء اللي فيه راه حقيقي. يعني السيد شهر وهو خدام، والكليان والفلوس والصرف والحركه دايره، عمرو مني حل ما عمرو خدم هاد الخدمه ولا دخلت له هاد الفلوس اللي دخل هاد الشهر. مشى عند صاحبو كيجري، عاود له شنو كاين واشنو كاين. قال له صاحبو بصح واخا عاود له، يعني ما تا صاحبو ما داش، يعني قال له تخربيق هذا، قال له راه غير جاتك زهر وصافي ما تيقش. صافي بقى جالس داز شهر ويقول اذا هذا الكتاب ما كيكذبش واي حاجه فيه حقيقيه. صافي شنو مشى كيدير؟ قال انا مش الفلوس دابا انا جلبت الرزق ليا، دابا نمشي نشوف جلب الحبيب. هو كانت عينه في واحد بنت جاره ساكنه عندهم في الحومه، سميتها نعيمه. وهاد نعيمه كانت خدامه في واحد القسم ديالي موظفه، وكانت زوينه بزاف، وكانت مكبره وعاطيه العين، وما كتديها حتى شي واحد، وما عمرها عبراته ولا حاشاته ليه. صافي قال ندير شنو ما كان، واخا لقى البخور غالي ولقى فيها الخدمه بزاف ولقى داكشي يعني معقد شي شويه، قال ماشي مشكل، كلشي يهون في الحب ديالي، المهم الفلوس ما كاين، الحب ديالي نجيبها لعندي. صافي مشى شرا البخور، بقى داك الكتيبات، صوب فيه دارهم في الماء، يعني بخر دار هكا. قال خاص داك الماء، خاصو قرا في ديك الكتاب، خاص داك الماء يترش في الباب ديال البلاصه اللي كدوز هاد نعيمه. صافي مشى لداك البلاصه اللي كدوز، حيت هي في الحومه كدوز باش كتمشي تاخذ الطوموبيله ديالها، تركب في الطوموبيله تمشي لخدمتها. صافي مشى رش في ديك الطريق اللي كدوز منها هي. داز السيمانه الاولى ما كاين حتى شي حاجه، داز السيمانه الثانيه ما كاين حتى شي حاجه، الثالثه ما كاين حتى شي حاجه، حتى بدا كيقول وقيله هاد الشيء راه ما منوش، ولا انا غلطت من شي غلطت في شي حاجه ما درتها ماشي هي هذيك، حيت ما يمكنش هو الرزق عندي غير مشتت، وهذه ملي بغيت نجلب الحبيبه ديالي واذا راني غلطت في شي حاجه. داز الشهر الاول، شهر و10 ايام بالضبط، واحد النهار هو جالس كيخدم والزحامات عليه، والناس اللي الزريعه اللي مواد الغذائيه، مهم الحانوت تيطيح وينوض بالكليان. واحد شويه وهو كيشوف نعيمه جايه عنده الحانوت، وهنا كانت المفاجاه، عمرها في حياتها سنين وهو حل ديك الحانوت في ديك الحي، عمرها ما شات منه حتى كلوريكس، ما كدوش جيتو كاع، حتى جيتو ما كدوش منها، حتى اذا بدات تطيح في الشبكه. جات عنده كان زحام، قال لهم حيدوا عافاك، خليو السيده عافاك وندوز يديروا لها بلاصه. دخلت قالت له عافاك عطيني 5 دراهم ديال اللوز، وعطيني 3 دراهم ديال الزريعه. خدات داكشي اللي بغات ومشات، ولات كتمشي عنده يوميا في الصباح وفي العشيه، مرة دير السباب بالروشاج، مرة دير السباب الزريعه، مرة دير السباب كاوكاو، مرة دير السباب اللوز، مرة دير السباب القرقاع، يعني كثرت المشي والمجي عنده. هي ما كانت عمرها ما كتمشي، عمرها ما مشات عنده. ملي دار داكشي ولات السيده خيط الزيت عنده، هو عراف ودافع كبير ومتكبر وعارف راسو شنو داير، ولا تتبتسم له ولا تضحك له ولا تهضر معاه، حتى ولات بقوه اللي بقات صابره، وهو ما بغاش يبين لها دافع عليها كبير، ما بغاش يبين لها، عارف راسو بانه دقه صحيحه. واحد النهار كان جالس وهي تجي عنده، اعترفت له قالت له انا كتعجبني وكتحمقني وهادي، وما كرهتش ندير انا وياك نكونوا في شي علاقه وهذا. هو ما جاوبهاش ودفع كبير عليها، قال لا انا شوف انا فين وانتي فين، قال لها انا انتي فين وانا فين، انتي موظفه وتقبلي بمول الزريعه. قالت له شوف انا نخدم
خدامه تحت رجليك. انا كنحماق عليك ونهار شفتك وانا مهووسه بيك وكنحلم بك كل ليله. انا دير فيا ما بغيتي وانا مستعده ندير معك اي حاجه غير امر وانا ننفذ. قال لي انا اصلا ما مستعدتش للزواج، وانا انا دابا عاد كنكون راسي، انا ما يمكنليش نتزوج دابا. قالت له شكون جبت شي جواج ولا ذكر شي جواج؟ انا بغيت ندير معك علاقه نبقاو انا وياك اونصوب، نخرجوا بجوج، نتعرفوا اكثر، نزيد تطور العلاقه ديالنا وعاد نشوفوا داك الساعات من بعد. صافي داكشي اللي كان ولاو كيتلاقاو ولاو كيخرجوا ولا كيستغلها، استدرجها معاه للدار. مشى للدار ديال صاحبو عبد اللطيف، هو اللي كان عطاه السوارت ومشى ولا كيمارس معاها. ملي صافي بدا كثر داكشي، هي ما واعياش بداكشي اللي كدير وما عاقلاش على راسها شنو كدير. صافي ما بقى كيهمها لا ناس، ما بقى كيهمها لا سمعه، ما بقى كيهمها لا دارهم، ما بقى كيهمها حتى شي واحد. كتشوف غير داك مول الزريعه وهي صافي هادشي اللي كتشوف. صافي بقات على هاد الحال حتى غادي تحبل. فاش غادي تحبل مشات قالت له شنو كاين وشنو كاين. قال لها بيان سور ما غايبينلاش فلو. قال انا باغي ولكن انا دابا مازال تصبري عليا، غنتزوج بك، غنعترف بولدي، غنهادي. صافي الام ديالها بدات كتلاحظ بان البنت كرشها ماشي طبيعيه، يعني بقات كتشك بان بنتها راه حامله ولا شي حاجه. بقات كتانسيست عليها باش تمشي مع الحمام باش تشوف لها الكرش ديالها تعرف شنو كاين. الله يسمح لنا من حق الوالدين. بقات ترغبها باش تمشي مع الحمام. صافي خضعت البنت ديالها نعيمه مشات مع الحمام. هنا فين تكون المفاجاه، شافت الكرش ديالها. صافي عرفت بان بنتها راها سيغ حامله، يعني خاصها دابا غير تستر الفضيحه ديالها. وراه راكم عارفين قلب الام راه ما كتبغيش الفضيحه لبنتها. مشات مني يرجعوا للدار، شدات بنتها قالت لها شنو كاين شكون بيك. قالت الام ديالها كل شيء. امها بقات كضرب في خاتها كتقول لها اويلي خطبك الموظفين اللي معاك، خطبوك الرجال كي دايرين كانوا كيطيحوا على رجلك باش تزوجي بهم وانت ما رضيتي حتى بشي حاجه، ما لقيتي غير مول الزريعه. بقات كتندب هذا. قالت لا انا كنعشقو وكنحماق عليه وكنتسطى عليه وما نقدرش نعيش بلا بيه، وحياتي بلا بيه ما تسوى والو. انا هذاك الانسان هو اللي باغا نكمل مع حياتي وهو اللي باغا هذا. قالت دابا صافي اللي عطا الله عطاه، الكامل الميت خساره. هزاتها وداتها عند الاخت ديالها باش تستر القضيه، زعما تحاول تطيحو، حيت اصلا نعيمه ما كان عندها غرض داك الولد قد ما عندها غرض بهذاك اللي كتشوفوه هو حياتها، هو كل شيء في حياتها. مشاو كيدوروا على الاطباء. صافي الكرش ديالها وصلت لواحد الوقت اللي 3 شهور ما يمكنش تطيحو، يعني غتكون في خطر هي والبيبي. داروا على لي جينيكو حتى شي واحد ما بغى يدير معاهم هذه المغامره. صافي اضطرت انها تتكذب على باها، على باي النعيمه، وكتكذب على خوتها، كتقول لهم راه عند خالتها وهذه، يعني راه تما يعني كتحاول. راك عارفين قلب الام فاش كتستر بنتها. صافي حطات نعيمه عند خالتها على ما تولد ويشوفوا شنو غيديروا بالبيبي. صافي داكشي كانت كتعيط لعبد الرزاق، تقول له اجي عافاك نشوفك راني توحشتك، تدير له فضيحه راني. هو باش مره كيجاوبها يتلاقاها مره هذا. صافي هو داك الشهوه ديالو اللي كان فيها صافي راه قضاها، ما بقاتش عنده غرض بها. السيد دخلاتو الحركه، ولات الحركه عنده مشيه والفلوس موجوده، يعني ولا البنات عينيه زايغين البنات والخروج، يعني راه ما بقاتش نعيمه معمره ليه عينيه ولا عنده غرض بها. صافي ولات تعيط له كيدير لها خاطرها، مره تيدير لها خاطرها باش زعما ما تجيش دير له الشوا، خاف تجي دير له الشوا في المحل. صافي بقى هكاك على داك الحال حتى واحد النهار قال ما يمكنش، انا هذاك عندي الحل في الحانوت ديالي وانا ما عارف كيما درتها باش تبغيني في الاول غنديرها باش تكرهني، ما تبقاش تبغيني وتفيق من القلبه. صافي بقى جالس، مشى شاف كيفاش دير تحيد تفسخ السحر لشي واحد، واخا وكان معقد. مشى شرا داك البخور معقدين وصوب داك الشيء اللي مكتوب كما هو، وصوب
وشي تبخيرات وشي هذا، بقى كيفاش بقى كيفكر كيفاش خاصها ضروري ترش داكشي باش تخطاه، كيفاش الطريقه باش غادي نرش داك الشي ديال الفسخ ديال السحر كامل نرشو باش غتخطاه هي باش ما يبقاش فيها هادشي وما تبقاش تبغيني. بقى كيفكر حتى كيمشي للباب ديال خالتها وتيرجع تيمشي يبغي يدق وتيرجع هو متردد. واحد الساعه وهو طاحت عليه واحد الفكره ويعيط لها، قال لها الو نعيمه انا توحشتك وبغيت نشوفك. هي مسكينه بالفرحه ما قداتها فرحه، كانت كتحماق عليه وكتسطى عليه وهو كتشوفه هو كل شيء في الدنيا. خرجت لبست جلابتها وخرجت عنده وهي كانت نفيسه ديك الساعات. جبد داك القرعه من هذا، قال كيفاش ما نقول لها الخطه اللي غنقول لها ما اصلا هذه غير الماء ما عندها ما دير، غادي تدير الماء تمسح به وجهها والبيبي راه ما عنده ما يوقع هذا الشيء. صافي هي هذيك عطاها داك، قال لها جبديها كي بسم الله هاد البركه انا غنتزوج بك وانا غنعترف بالولد ديالي، وانا دابا راني هاكي واحد الماء البركه غادي تغسلي به وجهك وتمسحي به الوجه ديال البيبي، وان شاء الله غادي يكون كلشي هو هذاك، وغادي تدخل وغادي نجي لداركم وغنتزوج بك. وبقى كيطمع فيها وهي مسكينه وكان قال لها لوحي راسك من السطح، لوح راس بقوه اللي كتشوفو غير هو وكتسمع له غير هو. صافي داكشي اللي دارت، ناضت هزت داك القرعه ودخلت. اول حاجه ما دارت مسحت بها وجهها وداتها وداك الشيء ومسحت للبيبي. داك الساعات كيهزوه بلي زيرجونس. صافي هي طاحت كوبا والبيبي مات اخترق، حيت هذاك فيه شي حاجه ديال مواد سامه اللي خنقوا البيبي وهي تخنقت. يعني هي في كوما ما بين الحياه والموت. يعني هنا فين غادي تفضح القضيه، غادي يدخل الاب ديال نعيمه وغادي تجرجر الخوت وصافي. يعني داكشي اللي كانوا ساترين وصافي تفضح كلشي، ساق الخبار العائله ديال نعيمه الاب ديالها خوتها كلشي ساق الخبار. دارت بوم دابا خاصهم يدير غادي لونكيت بحيث الولد البيبي مات والام ديالو في كوما. يعني القضيه فيها الحبس. شكون هذا اللي بيها؟ صافي استجوبوا الام ديالها، عاودت لهم شنو كاين، عاودت لهم شكون هو بالفعله. صافي وهنا فين غادي تكون المفاجاه. مول الفعله قبل مني عرفوا جابوا مشاو كيقلبوا عليه بالقاوش. صافي هز حوايجو وهرب. هو الهربه اللي عوال غادي يهرب حيت عرف القضيه. صافي راه حماضت وتشمت الريحه. مشاو كيهجموا عليه خوتها كانوا شمكاره، خوتها شبكاره وحتى ولاد خالتها شبكاره. يعني كانوا ما عندهم بحالهم الحبس ودارهم بحال. مشاو قطعوه طراف، قتلوه، شلدوه، مشى للقبور. وهذا الشيء كامل شكون غادي يعاودو؟ صاحبو عبد اللطيف هو اللي غيعاود هذه القصه باش تكون عبره، باش ان عمر طريق الشعوذه ما كتادي للخير، وعمر اللي كيتبع طريق الحرام ما كيمشي هو هذاك. وهنا تسالت القصه ديالي. عافاكم يا عجبتكم القصه ديروا جيم وديروا سبسكرايب باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، ونتمنى نخليكم على خير وبخير. السلام عليكم.